لو أقتلوا 2000 مرة، لو أني أنشر نشرا وأحرك ثم أذرى، تركتك يا حسين. ما زلنا نستنشق نسيم كربلاء، وما زلنا مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولا بد لنا أن نبقى في رحابه دائما، لأن البقاء مع الإمام الحسين عليه السلام بقاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الله تبارك وتعالى، وانفتاح على الطهارة والصدق والإخلاص والعصمة والرحمة والأمانة والشهادة. ولأن الإمام الحسين عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في الحديث النبوي الشريف المتواتر عند كل المدارس الإسلامية إلا من جحد واستكبر عن هذه الحقيقة الكبرى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر قناة نور الهدى الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن لكم العزاء، وتقبل الله منا ومنكم هذا القليل إن شاء الله، ورزقنا وإياكم شفاعة الحسين يوم الورود. حوارنا اليوم مع سماحة الشيخ حسين جعفر حول واقعة الطف. السلام عليكم سماحة الشيخ، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل. الله. أولا أبدأ بالشكر لله عز وجل، والشكر لأهل بيته الطيبين الطاهرين، نعم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخ حسين، دعنا بداية نلج إلى لب الحديث الذي ذكرناه في البداية. لماذا ينطق النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بهذا الوحي حيث قال حسين مني وأنا من حسين؟ طبعا عندما نريد أن نتكلم عن ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه، يجب أن ندرس كل الوقائع التي أودت إلى هذه الثورة. فمن حيث الاختصار والإيجاز، ولن نطيل كثيرا في الجواب، ما نراه في مسألة ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه ما هي إلا تكملة لما قام به رسول الله محمد صلوات الله عليه. فالروايات والأحاديث حتى التاريخ والتفاسير تشير على أن الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه هو الذي أنشأ هذا الدين فكان حدوثي، والإمام الحسين سلام الله عليه والذي أكمل فكان بقائي. نعم، صح. نعم. سماحة الشيخ، ويلكم يا شيعة آل سفيان، وإن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. طبعا هذه وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. الحسين سلام الله عليه خاطب آل سفيان بهذا الكلام، فما معنى الجواب؟ هنا أولا أراد أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه أن يثبت أن هناك فرق ما بين شيعة أهل البيت وشيعة أبي سفيان. نعم، وطبعا هذا دائما هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع. صحيح، لأنه في عندك ناس بيخالطوا هذا الأمر. نعم، صحيح. فهنا أراد الإمام أن يصنف ما الفرق بين الذين يتبعون أهل البيت وهم المسمون بالشيعة، نعم، والذين يتبعون آل أبي سفيان، أو أراد التبيان الواضح للأجيال القادمة. القصد كان يعني يبين أن هؤلاء المخاطبون هم شيعة آل أبي سفيان. نعم. أراد الإمام الحسين سلام الله عليه أن يبين أمرا آخر، وهو أن يقول إن كنتم لا تؤمنون بالله عز وجل، نعم، ولا بالميعاد، ولا تؤمنون أني ابن بنت نبيه، نعم، ولا تؤمنون أني ابن الزهراء، ولا تؤمنون أني ابن علي سلام الله عليهم جميعا، فارجعوا إلى
أحسابكم وأنسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. نعم. ارجعوا إلى ضمائركم، إلى عقولكم، إلى العربية الأصيلية التي أحسنت، إلى الطبيعة العربية، باعتبار أن العربية الأصيلية تنزه الإنسان عن أن يكون كاذبا، تنزه الإنسان عن أن يكون محتالا، تنزه الإنسان عن أن يكون فيه هذه الصفات التي أنتم عليها اليوم. هو صاحب كلمة. صحيح، أن يكون الإنسان صاحب موقف، صاحب كلمة. دائما العربان يعرفون بهذا الأمر، بأنهم أصحاب رأي، أصحاب موقف، أصحاب ثبات. نعم. طب متى قام الحسين بهذا القول؟ في 10 من يوم محرم. الإمام الحسين سلام الله عليه بعد إلقاء الحجج، بعد المخاطبات، مخاطبة وراء خطاب وراء خطاب، آخر شيء قال لهم إن كنتم عربا كما تزعمون. ما عادش في أي أمر، لا بالدين، لا بالشرع، لا بالرسالة، لا بالنسب، كله قد جحدوها. حتى الكتب التي قدموها، ارجع إلينا يا ابن فاطمة إن لك جند مجندة، حتى هذه كذبوها. فبقي للإمام سلام الله عليه أن يستحلفهم بعربيتهم، بأصوليتهم العربية، إن كانوا عربا كما يزعمون. طب سمحت الشيخ، لماذا اختار الحسين صلوات الله وسلامه عليه العقيلة زينب عليه السلام للخروج معه دون سائر النساء؟ إذا أردنا أن نتحدث عن سيدتي ومولاتي زينب عليها أفضل الصلاة والسلام، أولا يجب أن نشرح ما معنى زينب، من هي زينب؟ سيدة زينب سلام الله عليها هي بعض العلماء يقولون أنها ليست فقط امرأة عظيمة، بل إنها كيان عملاق. أحسنت. وهذا إنما إذا دل على شيء إنما يدل على ثبات السيدة زينب، على مواقف السيدة زينب، على منطق السيدة زينب وجرأة السيدة زينب. ونحن رأينا في الأحاديث وفي التاريخ أنها قد فجرت هذه الثورة واستمدت قوتها من صبرها سلام الله عليها. حتى أرسل الوالي إلى يزيد والي المدينة، قال له إن كان لك حاجة في المدينة فأبعد زينب سلام الله عليها. السيدة زينب فجرت هذه الثورة. فإذا أردنا أن نتحدث لماذا اصطحب، نسأل أنفسنا لماذا اصطحب الإمام الحسين السيدة زينب سلام الله عليها، طبعا هذا يراوده أو يواجهه أجوبة كثيرة، منها الواقعي والظاهري كما رأينا بأن السيدة زينب سلام الله عليها هي الإعلام للإمام الحسين. لكل قضية، لكل ثورة هناك إعلان وإعلام. صحيح. عندما تثار القضية يعلن عنها، لكن تحتاج إلى استمرارية. الاستمرارية تكون عبر الإعلام. فكانت استمرارية ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه عبر أخته العقيلة زينب. وهذا كلام الإمام عندما سأله محمد بن الحنفية من خروجه من الكوفة، قال له شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. بعد الاستداحة بموضوع معين، السيدة زينب كانت متزوجة وكلنا يعلم ذلك، وهل لتخرج المرأة مع أخيها عليها أن تستأذن الزوج؟ وطبعا هذه بعض الشبهات التي تثار حول مكانة السيدة زينب سلام الله عليها، كيف لها أن تترك زوجها الذي ضرير ومصاب بالعمى وتخرج مع أخيها الإمام الحسين. ما رأيكم بهذه النقطة؟ ونريد التوضيح لهذه. هناك عدة مسائل تطرح في هذا الأمر. وهذا لدفع الإشكالية عن سيدتي ومولاتي زينب سلام الله عليها. أولا يقولون أن سيدة زينب في الروايات والأحاديث لم يثبت أنها سلام الله عليها خرجت من دون إذن زوجها. أنها أخذت الإذن الصريح. أمر آخر يطرحه العلماء أن من شروط السيدة زينب عند زواجها كان خروجها مع الإمام الحسين سلام الله عليه. كان من ضمن شروط العقد، وهذا جائز في العقود. الأمر الثالث، السيدة زينب سلام الله عليها إذا نظرنا إلى أمر علاقتها بالإمام الحسين سلام الله عليه، هناك شيء أهم من المهم. عادة بالفقه هناك شيء مهم وشيء أهم. عادة يقدم الأهم على المهم. فعندما يتنازع موضع المرأة
مع موضع الدين هناك نعم. شيء أهم. نعم. فمن هذا الباب يمكن أن يكون زوجها قد سمح لها نعم. بالخروج مع الإمام الحسين، باعتبار أن الأهم هنا نعم. تثبيت الدين وتثبيت نعم. القضية نعم. وتثبيت القضية نعم. وتثبيت الشعب هي رسالة إسلامية. مرة نعم. ثانية. نعم. فمن هذا الباب أيضا يمكن أن نجاوب وأن ندرس خروج السيدة زينب نعم. وكيفية مواصلتها لواقعة كربلاء وإلى آخره من هذه الأمور. فنرى أن كل هذه الشبهات المطروحة هي مستبعدة حول أن السيدة زينب لم تأخذ إذن أو ما شابه ذلك. نعم. طب سماحة الشيخ، سوف نأخذ فاصل ثم نعود لمتابعة لقاءنا مع سماحة الشيخ حسين جعفر عبر قناة نور الفضائية من أستراليا. الفراق وجيتك يا عباس، ترى الصدى دمعة ألم من زينب اختك، ظلم الدنيا ظلم الدنيا خوف والدرب خوف، ظلك على دروبي أنا نشرتك. عدنا معكم مشاهدينا الكرام عبر قناة نور الفضائية ومع سماحة الشيخ وحوارنا حول واقعة الطف مع الشيخ حسين جعفر. أهلا وسهلا بك مرة ثانية سماحة الشيخ. ونبقى مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام لنستلهم كيف نتحدث للناس عن الإسلام الحق في الفكر والثقافة والسياسة والاجتماع الذي نقدمه لعقولهم وقلوبهم وواقعهم وأحوالهم لتتوازن وتستقيم وتهتدي وتستجيب لله وللرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لما دعاهم إليه من حياة كريمة. لنا عودة مجددا مع سماحة الشيخ حسين جعفر. أهلا وسهلا بك مجددا سماحة الشيخ. خلينا نسأل، هل اختزل دور السيدة زينب عليه السلام بموقف أو حادثة أو دور معين أو جمعت لها عدة مواقف؟ ما يمكن أن ندرس في حياة السيدة زينب سلام الله عليها مواقف عظيمة قد سجلتها في التاريخ وتحدث عنها علماء كبار وحتى مراجع عظام. ما ثبتته السيدة زينب سلام الله عليها ليس فقط تفجيرا لثورة الإمام الحسين وتثبيتا لقاعدة الإمامة في الأرض، إنما أيضا ثبتت مواقفا عالية الصرخة بوجه العدو، في التسليم، في الرضا، في الصبر، في العبادة طبعا، في المسؤولية. فنرى بأن حتى العدو أعجب بمنطق السيدة زينب سلام الله عليها. عندما قالت لعبيد الله بن زياد: لقد اجتثثت فرعي وقتلت كهلي، إن استشفيت فقد شفيت. فهذه الكلمات التي قالتها سلام الله عليها في وجه ذلك العدو، ذلك اللئيم، فقال لها: إنك لسجاعة كما كان أبوك سجاعا. أعجب بمنطق السيدة زينب، بأسلوبها، بكلامها، فقال إنها لسجاعة، أي تجيد السجع كما كان أبوها سجاعا. ورثت مصائب أمها. صحيح، لأنهم كانوا يفقدون ذلك المنطق في الحديث. ونرى في موقف آخر في مجلس الشام يزيد بن معاوية عندما قالت تلك الكلمات المعروفة: كد كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا.
نعم. وإلى آخره من هذه الأمور، حتى قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وبأهل بيتك؟ ردت عليه بصريح العبارة بالتسليم والرضا الكامل لله عز وجل، الثقة العمياء بالله، التوكل الحقيقي على الله. قالت: ما رأيت إلا جميلة. نعم. أن رأت كل ما نزل عليها هو بلسما من الله عز وجل وجمالا من الله عز وجل، فسعدت سلام الله عليها بهذا البلاء. نعم صحيح. فاختزل موقف السيدة زينب في تلك المواقف العظيمة مع صبرها، مع شجاعتها، مع عبادتها، أي أنها وجهت ضربات صارخة في وجه العدو، أي أنها من هذا الظلم التي عاشته وجهت نصرا نعم. للإمامة مرة ثانية. وارتفع إبط أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم. 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 سلام الله عليها. هل يمكن أن تكلمنا أيضا عن المرحلة التي قامت بها أو الخطوة اللي قامت بها في حماية الإمامة أو في المدافع عن الإمامة أو استمرار الإمامة؟ صحيح. هناك روايات عديدة تثبت فيها السيدة زينب سلام الله عليها أنها كانت مستعدة بأن تبذل حتى نفسها نعم. من أجل إمام زمانها الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد شهد على ذلك الأعداء لما قالوا: والله لقد رأينا فيها أنها تريد أن تبذل نفسها دونه. نعم. فنرى هنا استعداد بالتضحية، استعداد بتقديم النفس من أجل إمام زمانها. والسعي إلى هذا الأمر تثبيت الإمامة كان عبر حمايتها الدائمة للإمام زين العابدين، لأنه كان عليلا كما نعلم. وهناك روايات، وطبعا أكثر من مرة كان لها هذا الموقف. صحيح. وهناك روايات دائما حول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى هو يتكلم بنفسه قائلا أنها كانت تتولى شؤونه. نعم. كانت عمتي زينب في ليلة العاشر تمرضني. نعم. يعني مثل بتدير البال عليه. نعم. فكانت تنظر في أحواله، تنظر في أموره، وتريد أن تقدم نفسها فداء له. نعم. إلى أن نرى أنه لما دخلت سلام الله عليها على مجلس عبيد الله بن زياد، وعندما احتج ذلك اللعين على الإمام زين العابدين قائلا: أليس الله قد قتل عليا؟ نعم. فقال له الإمام: كان لي أخا اسمه علي قتله الناس. نعم. فقال له ذلك اللعين: ألك جرأة على رد جوابي؟ نعم. واستدعى السياف لكي يقتل الإمام سلام الله عليه. نعم. فوقفت السيدة زينب سلام نعم. الله عليها، قالت له: أما اكتفيت من سفك دمائنا؟ سلام الله عليه. أما اكتفيت من سفك دمائنا؟ هذا كان في المرة الثانية. هذه المرة الثانية التي أرادت أن نعم. تقدم نفسها فداء لإمام زمانها. نعم. وهذه دعوة صارخة بإخلاص السيدة زينب. نعم. وبإيمان السيدة زينب وبيقين السيدة زينب في إمامة الإمام زين العابدين بعد الإمام الحسين سلام الله عليه. ماذا عن دورها سلام الله عليها في الحفاظ على العائلة والأطفال من التشتت؟ لها أدوار كثيرة، إنما لم يختصر ولم ينحصر دور السيدة زينب نعم. في مسألة المحافظة على الأطفال نعم. وعلى النساء، إنما نرى هنا وهناك أنها كانت تحافظ على الإمامة أولا، تحافظ على النساء ثانيا، تطعم الأطفال ثالثا، تتولى شؤون، حتى كانت تتخلى عن طعامها لتقدمه للأطفال. حتى بعض العلماء يقولون كانت هي لسان الشيعة عندما كان الإمام مريضا عليلا، فتتكلم بلسان الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فهنا إشارة مهمة جدا أنها تولت أيضا زمام التبليغ فترة من الفترات. ونرى مواقفا للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه دائما يؤيد السيدة زينب في كل خطبها، في كل مواقفها، يقول: لقد نصحت يا عمه. أحسنت. حتى كلامه عنها: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. وكأنه يبرز استدلال على أن منطق السيدة زينب هو منطق
رسول الله نعم. محمد نعم. صلوات الله صحيح. عليه، ومنطق أمير المؤمنين، منطق الإمام منطق الحسن، المعصوم ولكنها نعم. غير معصومة. منطق الإمام الحسين. ماذا أيضا سلام الله عليها عن دورها البارز في تأليب الرأي العام في الكوفة ومخاطبة أهل الشام؟ هناك رواية جدا جميلة تقول بعد خطب السيدة زينب في الكوفة، نعم، بعد مرور السبايا، هلا عادة كان استغلت السيدة زينب هذه الفرص نعم. عندما مروا بهن إلى بلاد الشام وإلى الكوفة وإلى غيرها من الخريبات وهذه المناطق، وهو كان مسير طويل. نعم. فكانت تقيم مجلسا ومنبرا في كل بلد، نعم. داعية لتعرف. الناس. نعم، لأن لماذا الأكثرية جرى؟ كانوا يعني أنهم خوارج وأنهم صحيح. سبايا لا يعلمون بأنهم من أهل بيت النبوة. صحيح. فما يلفتني رواية من الروايات تقول أن بعد مضي السيدة زينب من الكوفة وخطبتها مع عبيد الله بن زياد انقلب الرأي العام. نعم. فبعد خطبة السيدة زينب أيضا في مجلس يزيد انقلب الناس في الشام، صاروا يسبون يزيد بعد نعم، حتى بعد خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام. صحيح. الجمهور كان فهي ساهمت وقطع بالأذان، بل هي كانت العامل الفعلي في تقليب الرأي. نعم. العام. ونرى هنا أن في حياة عبيد الله بن زياد أنه أراد أن يرتحل من الكوفة بعد مقتل الإمام الحسين بسبب أن أهل الكوفة كلهم صاروا في معارضة من أمر عبيد الله بن زياد وما قدم عليه في قتل أبي عبد الله الحسين وأهل بيته، فأراد أن يمضي حتى أرسل له المختار الثقفي ذلك الجيش فتعاركا في الموصل وقتل هناك. فحتى هذه المجالس التي عقدتها السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام كانت نتيجتها أن يقتل ذلك اللعين. نعم، وهذا جواب على كلامها سلام الله عليه: ما رأيت إلا جميلا. وهذا هو الجميل الذي حتى نحصده اليوم. صحيح. في إعلاء كلمة الحق. صحيح. وكلمة الحسين. ما وصلنا إليه الآن. نعم. في هذه الدنيا هو شيء ليس أشبه بل هو معجزة. نعم. بأن يكون التشيع ويكون المحبين لمحمد وآل محمد وخصوصا في هذه الأيام للحسين بن علي بن أبي طالب فاقت الملايين. نعم، وإبراز فاقت الملايين، إبراز عظمة هذه الحركة. فصار أكثر اسم يذكر هذه الأيام اسم الحسين سلام الله. نعم. أكثر اسم يذكر، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نصرة هذه الثورة التي قام بها الإمام الحسين سلام الله عليه. طب سمعت الشيخ، احتل الإعلام بالنهضة الحسينية أهمية بالغة ومكانة بارزة. كيف كان السبيل الذي يضمن وصول الرسالة الإعلامية لهذه النهضة المبدئية للأمة؟ طبعا الإعلام يتولى موقفا كبيرا في نشر هذه الثقافة وفي نشر هذه الشعيرة. ونرى اليوم بهذا الوقت اللي نحن موجودين فيه أكاد لا أصدق أن هناك بعض المحطات إلا المحطات الغربية يعني كل تقريبا يعني أكثر مجمل المحطات العربية قد رفعت شعار العزاء للحسين سلام الله عليه في أيام عاشوراء. وهذا أيضا إن دل على شيء إنما يدل على هذا الزخم الذي نراه في إنتاج هذه الثورة وفي تقليب الدنيا على عزاء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وكيف وما ينتج إلا محبة. كيف وصلتنا حادثة كربلاء بهذه الدقة؟ يعني ما رأيناه اليوم كما يقولون الذي لم نراه أعظم من الذي نسمعه والذي وصلنا، ولكن كيف وصلنا؟ كيف وصلنا؟ طبعا هلا إذا أردنا أن نتحدث علميا في هناك كتب كثيرة يسعى الإنسان إلى قراءتها ولعلماء أجلاء يعني. وهلا في محققين كثر، السيد المقرن، الشهيد المطهري، كلها أعلام توضح ماذا جرى في كربلاء. سمحت الشيخ، احتل الإعلام في النهضة الحسينية أهمية بالغة وما كان يضمن وصول الرسالة الإعلامية لهذه النهضة المبدئية للأمة. كيف وصلتنا هذه السيرة؟ كما قلنا الوصول الأول كان هي زينب سلام الله عليه.
هي المسؤول الأول عن وصول هذه الثورة، نعم بإقامتها للمجالس وللعزاء، باستمرارية هذه المجالس، باستمرارية البكاء على الإمام الحسين سلام نعم. الله عليه. وطبعا ساهمت وقد سلام سجلت الله عليها موقفاً في عظيماً. أدائها لهذا الدور الإعلامي والترويجي لمبادئها. فكانت هي التي تتولى شؤون الإعلام، نعم الإعلام عن ماذا جرى في كربلاء بدمعتها، نعم لأنه عادة الدمعة هي وليدة نصر، نعم صحيح. وهذا ما رأيناه في بكاء السيدة الزهراء على أبيها نعم. محمد صلوات نعم. الله عليه، وهذا ما رأيناه في بكاء الإمام زين العابدين على نعم أبيه الحسين نعم عليه أفضل الصلاة والسلام. فدائما نرى أن هناك حث من أهل البيت على مسألة الدمعة، باعتبار نعم. أن الدمعة نتيجتها سؤال ونصر. العبرة. نعم نتيجتها عادة لما أنت ترين أحد الأشخاص يبكي تسألينه نعم لماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ نعم فإذا كانت القضية عظيمة مثل هذه القضية نعم فهذه تحقق نصر. نعم فمسألة صح. الدمعة صح. والحث عليها نعم حققت نصر. نعم. دمعة زينب سلام الله عليها حققت نصر عبر ما جرى في كربلاء، فكانت هي الإعلام بسياق هذه الدمعة وانسياقها. كانت هي الإعلام إلى اليوم. المتنقل من بلد نعم. إلى من بلد. بلد نعم. إلى بلد وحتى إلى ونفس يومنا النفس. هذا. طب سمحت الشيخ، هل لك أن تذكر لنا موقف للسيدة زينب عليه السلام أثرت به على الرأي العام؟ موقفا كما ذكرنا في مجلس يزيد بن معاوية عليه لعين الله، موقفها كان حدا، وخصوصا عندما أرادوا أن يأخذوا السيدة سكينة سلام الله عليها. يقولون ابنة الحسين عندما أراد رجل من اللعناء أن يصطحب السيدة سكينة لتكون جارية عنده، نعم فسجلت هنا السيدة زينب موقفا عظيما، قالت لا يكون ذلك إلا أن تخرج عن ملة رسول الله وملتنا، وتدين بغير ديننا. بغير طبعا دين. وهنا أظهرت أنهم من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أنه من دين محمد، بل ليس من مسلم بالمرة. نعم. نعم. فهنا سجلت موقفا حاسما. بهذا الموقف عليها أفضل الصلاة والسلام وضعت الخطوط ووضعت الحدود بأن هؤلاء هم بنات رسول الله، لا يمكن أن يؤخذن جواري مثل ما ذلك يريد. دعنا نأخذ فاصل سمحت الشيخ ثم نعود لمتابعة ما تبقى لنا من أسئلة لليوم. مشتاقة بعد مرة أضمك خويا لحظاني اتسامر أنا وإنت يا فرحة عمري واحزاني. لقد كانت عقيلة الوحي سلام الله عليها صاحبة الدور البارز في واقعة عاشوراء ابتداء واستمرارا، وكان هذا الدور واضحا بصورة جلية بعد شهادة الحسين عليه السلام، فكانت الناطقة بمبادئ الثورة الحسينية، وذلك يتضح في خطبها والدور الإعلامي الذي انتهجته لحفظ الإسلام من التحريف بل من الانقراض والفناء. سمعت الشيخ، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى الأخت، إلى الأم، إلى المربية في كل جوانب الحياة؟ رسالة واضحة ومبسطة. نعم. كوني زينبية. كيف أن يكون الإنسان زينب؟ كيف للإنسان أن يكون زينبي؟ كيف للإنسان أن تكون زينبية؟
أولا أن يكون الإنسان متبع حقيقي. نعم. عادة لما تتبعي الاتباع ليس يكون بس ما بيكون قولي بس، إنما قولي وفعلي. فعلا. نعم. فالحبيب لمن يحب مطيع. صحيح. نحب أهل البيت، نحب زينب، يجب أن نتبع نعم. زينب، خطوات زينب سلام الله عليها. فالخطوة الأولى التي اتبعتها السيدة زينب في كربلاء هو المحافظة على الستر، نعم. على الأستار والأخدار. كانت صاحبة ستر. يعني حميد بن مسلم عندما يستشهد بخروج السيدة زينب سلام الله عليها بعد مقتل الإمام الحسين بيقول: خرجت علينا امرأة من الفسطاط لا يرى شيئا منها. نعم. تطأ أذيالها. تطأ أذيالها وهي عبارة عن الثوب نعم. الممتد من الجهات الأربعة. نعم. فعندما تمشي سلام الله عليها تضع قدميها على ثوبها. نعم. فتتعثر بأذيالها. نعم. بأذيال الثوب يعني. لا يرى منها شيء. لم تغيرها المصيبة. انفرج لها القوم صماتين. نعم. لشدة هيبتها، لشدة وقارها أو وقارها. انفرج لها الناس صمتين مضت بينهما والسياط تتلوى عليها، فأرادوا ثنيها، يعني أرادوها أن تستذل، أن يحنوها، فلم تنثني، فكانت كالخيمة. فهذا موقف إنما يعبر على محافظة السيدة زينب على موضوع الستر والحجاب والخدر. وليس صحيحا في بعض الروايات أنهم يقولون أنها كشفت عن شعرها وكشفت عن رأسها. هلا نحن نعلم أن كشفت عن شعرها ليس واردا، ولكن نسمع حتى شقت جيبها وهذه. نعم، كل هذه الأقاويل. هلا نحن في العصر الحديث وفي عصر المعرفة والإنترنت، والناس تبحث عن الحقيقة، ولكن قلتم أن السيدة زينب لم تخرج إلى الميدان. صحيح. عندنا السيدة زينب سلام الله عليها، يعني في الرواية أو في المصرع الحسيني نسمع أن السيدة زينب خرجت ووضعت يديها تحت ظهره وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا ماذا؟ هذا الخروج بعد مقتل الإمام الحسين. نعم. لكن عندما كان الإمام الحسين على قيد الحياة امتثالا لإمام زمانها، نعم. أختاه ارجعي إلى الخيام واحفظي لي العيال والأطفال، فإنها لم تخرج. نعم. وهناك روايات داعمة، رواية داعمة لهذا الأمر. نعم. عندما قالت سلام الله عليها بعدما أراد أن يفعل ذلك اللعين فعلته، التفتت وإذا بالسماء قد تغيرت. نعم. هبت ريح سوداء. التفتت إلى إمام زمانها الإمام زين العابدين وقالت: ما بال السماء قد تغيرت، ما بال الرياح، إلى آخره. نعم. حتى قال لها: عما انظري هذا رأس والد الحسين على رمح طويل. نعم. صحيح. هناك هذه الرواية، والرواية الأخرى التي تقول أن سلام الله عليها ضربت بين كتفيها. نعم. صحيح. هناك وهي الرواية الأقوى يعني. هناك أيضا هذه الرواية تقول: خرجت سلام الله عليها واستنصرت الحسين بحق جدنا رسول الله، بحق أمنا الزهراء، بحق أبينا علي. ففتح الإمام عينه وكلمها وقال: ارجع إلى الخيام واحفظي لي العيال والأطفال. في حالة رجوع السيدة زينب تقدم ذلك اللعين. نعم. وفعل فعلا. فهي امتثالا أرادت أن ترجع، لكن تفاجأت بذلك اللعين فضربها بين كتفيها بالرمح. فهذه أيضا رواية واردة. ودائما نرى نحن هناك تضارب في الروايات. تضارب وتعارض ببعض الروايات. لكن إذا أردنا أن نقيس الأمر منطقيا نرى أن المنطق في هذه الروايات وأن السيدة زينب سلام الله عليها لم تنكشف. يعني الرواية الأولى هي الأصح. طب أيضا في وبعض العلماء يقولون أن خروج السيدة زينب، الخروج المقصود بالخروج هو ما بين الخيمة وباب الخيمة. نعم. يعني هناك دائما أخذ ورد في هذا الأمر. يعني مساحة للأخذ والرد. طب أيضا من باب الاستيضاح أن السيدة زينب سلام الله عليها، هل كنا هي وبنات الرسالة هل كنا كاشفات الوجوه وليس الرؤوس؟ هناك رواية تقول أنهن سلبن الأقنعة. نعم. هذا ما نريد التوضيح أيضا، لأنه الكثير يسأل ويتساءل أيضا عن هذا الموضوع. صحيح. هناك رواية تقول أنهن سلبن الأقنعة، ويبرز هذا
في خريبة الشام عندما يقول الإمام زين العابدين نعم. وضعنا في خريبة لا تفي عماتي نعم. من حر البرد الشمس. ولا حر نعم. الشمس حتى نعم. تقشرت وجوه عماتي. نعم، وحتى وأخواتي. دليل على ذلك أن ذلك الرجل في محضر يزيد بن معاوية أيضا الذي رأى السيدة فاطمة وقال هذه أريدها. صحيح. نعم، هذا دليل على أنه صحيح. رأى وجهه. نعم، عندنا روايات تقول أنهن سلبن الأقنعة فقط. نعم. نعم. ولو صار أكثر من ذلك انطبقت السماء نعم. على نعم. الأرض. وفي دعاء الإمام أن الله راعيكم نعم. وحافظكم. نعم. فهذا دعاء كان دعاء حقيقي من الإمام سلام الله عليه، يقيني. وهو مصداق على ماذا سيجري عليهم. حسن. كما قال الإمام الحسين عليه السلام: إن شاء الله يراني قطيعا وإن شاء الله يراهن سبيا. إذا في الختام نشكر سماحتك سماحة الشيخ حسين جعفر على هذا اللقاء، على أمل طبعا السداد والتوفيق لكم دائما سماحة الشيخ. قبل الله أعمالكم إن شاء الله. إذن كنا مع حوار مع الشيخ حسين جعفر عبر قناة نور الهدى الفضائية. نلتقيكم بإذنه تعالى في مقابلة أخرى. إلى اللقاء.